السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا فانزات، عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل النهاردة مع بعض البسارية الجميلة دي. شايفين؟ اللهم صل على النبي. شايفين حلاوتها؟ اول ما لقيتها صراحة في السوق قلت لا، لازم اجيبها واخللها مع فانزاتي. اهو شايفين؟ بصراحة بتتعمل جميع الحاجات، ممكن تخلليها زمان هخللها دلوقتي، تقليها، تعملها صينيه، تعمليها اي حاجه، بتبقى مفيده قوي للعظم. البساريه دي خشوا على النت وشوفوا فوائدها وجمالها وحلاوتها. على فكره لما كمان ما بتتقلي بتبقى عامله زي الجمبري. انا دلوقتي هنخللها مع بعض بطريقه حلوه قوي، طريقه عبير شو، وانت عارفين طريقه عبير شو. بصوا بقى، انا بتاع ده البساريه مش هخللها بالمصارين دي، لا، انا بصوا هنضفها كلها. مش هتتنقع دي عشان دي ما بتتحملش، دي حساسة جدا، يعني سمكة حساسة. هشيل المصارين بتاعتها دي كلها وانضفها تنظيفة حلوة وهنخليها مع بعض ان شاء الله، انتظروني. بصوا بقى يا احلى فانزات، البسارية اهي بعد ما نضفتها. شايفين؟ اللهم صل على النبي. جميلة ونضيفة ازاي، تاكلي حاجة بنفس لما تعمليها، ولا تنضفي ولا تعملي، تبقى واكله بقى الحاجه بنفس كده نضيفه، ما تعرفيش وقع عليها ايه، مكشوفه ولا لا، من ايد كمان اللي هم بتوع السمك اللي بيعبوا بايديهم. محدش طبعا هيلبس جوانتي وهو بيعبي سمك، انما لا. بصوا بقى، انا عايزه اوريكم حاجه. شايفين بقى اللي طالع منها؟ اللهم صل على النبي. شايفين؟ كل ده من قلب البسارية. عشان كده بنحب نعمل حاجة نظيفة، مغسولة ونظيفة، وتبقي مطمنة وانت بتاكلي انت وعيالك، وتبقي مرتاحة نفسيا يعني. بعد ما غسلنا البسارية معاكم وحطيناها في المصفى، رحت فرداها على الحتة، حتة نظيفة تكوني مخليها للأسماك اهي. فردتها، قعدتها يجي 3 ساعات 4 ساعات. بصراحة كنت مشغلة عليها المروحة عشان تنشف حلوة قوي زي ما انتوا شايفين كده. هنخليلها بقى بأسهل طريقة. هنحط لها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حاولوا تجيبوا الملح الصخري ده، الملح الرشيدي، وانا هوريهولكوا دلوقتي. انتوا تخلوا بيبقى احلى تخليل بالملح الرشيدي، بلاش الناعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هتحطوا على الكيلو 3 معالق. ادي بصوا، اول معلقه، تاني معلقه. ما تكتروش عن 3 معالق عشان ما تحدقش معاكم، عشان البساريه انا زي ما انا معرفاكم ان سمكه حساسه، ما ايه، ما بتتملح على طول، هي اصلا ما بتاخدش اي حاجه. معانا ايه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معانا معلقه بابريكا، انا بحط عليها بابريكا. جربوا الطريقه دي مش هتندموا، بابريكا جميله وبتخليها طعمها شكلها حلو وطعمها حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه بابريكا كبيره كده عشان تخليها لونها حلو زي ما قلت لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه تاني؟ هنحط معلقه شطه. هو لازم الشطه عشان برضو ايه، ماده حافظه تحافظ لك على ايه، على السمكه. اهو شايفين؟ طريقه سهله خالص وبسيطه. شايفين؟ لما صلى على النبي. بتخليها البابريكا لونها تحفه تحفه، وتقلبي زي ما انت شايفه كده. هي ناشفه معانا ومش محتاجه اي حاجه. شايفين؟ حتى مش راجل الخليط يمسك فيها عشان هي ناشفه. لازم تكونوا منشفينها حلو، ما تستهتروش عشان ما تعفنش معاكم. اهي. بصوا بقى هتخللوا في ايه. انا عندي العلب بتاعت الجيلاتي دي بصراحه ربنا بعمل فيها كل سنه، بصبنها. بصوا زي الفل ازاي بصبنها واشيلها. بصراحه لما تيجي بساريه بروح عاملاه فيها. هتحطوا كده، هتقلبوا، مش هتحطوا الكل طبعا كله في علبه واحده عشان ما تتعجنش معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بايدينا كده عادي اهو. نروح حاطين شويه الملح. ادي اول علبه معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط ايه، ننزل بس الحاجات دي عشان حرام. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي تاني علبه اهو. والله العظيم هتفتحوا عليها، هوريها لكم برضه، نفتحها مع بعض ان شاء الله، واوريكم بقى الطريقه والجمال والشكل. شكل تحفه، وهتاكلي احلى بساريه، ولا مهريه ولا اي حاجه، احلى من بتاعه بره، ونضيفه على الاقل. عارفه انت عاملاها ازاي، وعارفه مخللاها ازاي وغسلاها. لما بتجيبها من بره تبقى مش بصراحه
وما بتعرفيش تاكليها من الحدوقيه. بصوا بقى بعد ما حطيناها في العلب هنجيب بقى شويه زيت ونحط عليها زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وتنزلي بقى زيت، حطي شويه زيت محترمين كده. شايفين؟ والله العظيم هتاكلوا احلى حاجه ان شاء الله. حطينا الزيت بتاعها، معانا كيس تلاجة. نروح عاملين ازاي بقى؟ قاطعينه نصين. انا قاطعه كتير اهو نصين، فقطعه معاكم كمان. ومعانا كيس تلاجة كده، نروح فاتحينه كده بالطريقه دي، وتروحي حاطينه على وش العلبه كده اهو بالطريقه دي، وتروحي قافله بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. قافله وحطها بقى في كيس وسايباها 15 يوم. ما تسيبوهاش 3 ايام. حد يقول لي بقى ده متنضفه تسيبها 3 ايام. لا، ما تسيبهاش 3 ايام. احنا عايزين ناكل بساريه زي الفسيخ بالظبط. هتاكليها زي الفسيخ ان شاء الله. هفتحها معاكم وهتشوفوا الشكل والحلاوه بتاعتها، واحده بوحدتها، مش معجنه ولا فيها اي حاجه اهو. يا رب الطريقه بتاعتي تعجبكم. طريقه سهله وبسيطه.